اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين يا رب العالمين في مشارق الارض ومغاربها يا كريم. النهارده جايبه لكم وصفه سهله وبسيطه جدا لعلاج الثعلبه. الثعلبه ده مرض بيجي في الراس في الشعر يعني. انا ما اعرفش اسبابه ايه، بس اللي عن تجربه وجات لبنتي انها كانت نايمه زعلانه فقمت الصبح لقيت فيها في راسها نقره كده، الشعر طاير منها خالص زي ما في الصوره اللي هي بره دي. طاير بمعنى طاير يعني ما فيهاش شعر خالص. فانا دنيت ابحث واعرف وادور يعني في الطب النبوي، فلقيت اهم علاج للثعلبه دوت هو الثوم. فص ثوم واحد. الفص الثوم دوت ممكن يقعد معاكي الاسبوع اللي هتعملي بيه الوصفه. الوصفه هتعمليها ازاي؟ كل يوم الصبح وبالليل. لو عندك حاجه صوف زي صوف، شوف المفرط جه من الصوف اهوت، تحكي بيه الحته كده، الحته اللي هي فيها الثعلبه اهي. هنجيب اي حاجه صوف ونحك بها جامد 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 كده اهو، لحد ما نخليها الحته اللي هي من الشعر طاير منها ديت تحمر كده او تنجلف بمعنى اصح كده. تحكي جامد جامد على قد ما تقدري باي حاجه صوف انها ايه تعملها. هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي فص الثوم وبعد ما تحكي هتدعكي بيه الحته دي كده. فص الثوم تدعكي بيه كده. امتى؟ مرة الصبح ومرة بالليل لمدة اسبوع او اقل كمان، وان شاء الله ربنا هيجيب الشفاء. كل يوم اللي هتعمليه هتجددي الحتة، مطرح ما تعملي بالثوم هتشيلي الحتة دي كده ترميها طبعا، وتعملي بها ايه تاني يوم او بالليل كده نفس الحكاية. ودي عن تجربة ومجرباها، في خلال اسبوع او اقل كمان من الاسبوع باذن الله هتلاقي الشفاء باذن الله تعالى. ويا رب الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه، ويا رب يشفي كل مريض.